السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول ايه بعدها؟ ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده بنتكلم عن هدوم العيد. طبعا زينا زي اي ست مصريه. كل واحده فينا قلبت جوزها الحمد لله. خنصرنا من مصروف البيت، يا رب جوازتنا ما يشوفوش الفيديو ده. عملنا جمعيات قبضناها، جبنا هدوم العيد. خلصت الجمعية. لا وبرضه لا وما جبناش لنفسنا حاجه، بس مستنيين بعد العيد فكرة ان انا نقلبهم تقليبه امشي كبيره انا. بقى طب ولا إيه؟ ونروح بنفسنا. انا كنت عايزة اقول لكم ان احنا زي اي ستات. حسبي الله. نسيت اقول حاجة. زي اي ستات مصريات او مش مصريات، بنجيب للعيال في الاول، او بنجيب للعيال اصلا في العيد، او بنبدل العيال عننا. وطبعا بنضحي وبنفرح ان احنا بنجيب لولادنا واحنا لا كملي. لا ما انت كبيرة. المهم يعني اسر الكلام نخش في عشان الموضوع. تعبنا. احنا النهارده جايين نفرجكم على هدوم العيد. حد عنده كلمه كويسه اقولها اهلا وسهلا، ما عندكوش كلمه كويسه برضو اهلا وسهلا. عادي. ماشي يا ليفا. يا ليفا اتفضلي. بصوا يا جماعه، انا جبت لبنتي هدوم وهي جابت لعيالها هدوم، تخيلوا. فهي هتوريكم. المهم لو وصلتوا معانا للحظه دي، والله هم اللي بتقلق. معلش قناتي واخده راحتي مع فانزاتي. يا ريت ندوس لايك واشتراك في القناه ونفعل الجرس، وكل سنه وانتم طيبين. اتفضلي يا شيرين. في اقتراح كنت عايزه اقول لكم عليه. احنا بنفكر ان احنا نعمل قناه لينا احنا الاثنين مع بعض. يعني احنا دلوقتي اللي يعرفنا عارف ان انا ليا قناه لوحدي وهي ليها قناه لوحدها، نسميها هناء وشيرين. فاحنا دلوقتي بنفكر ان احنا نعمل قناه لينا احنا الاثنين مع بعض، وننزل عليها فيديوهات تكون لينا احنا الاثنين مع بعض، وقنواتنا الاساسيه هتفضل زي ما هي، بس بننزل فيها بقى ايه واحده لوحدها. فلو انتوا مع الاقتراح ده قولوا لنا في الكومنتات، واحنا ان شاء الله نحاول نعمل الموضوع ده ونصور فيديوهات كتير ونعملها مع بعض، يعني نعمل فيديوهات كتير مع بعض وننزلها في القناه اللي احنا بنفكر لسه هنعملها. فلو الموضوع عجبكم هنرمي حجر الاساس لسه. بنتكلم مع المبيضين محاره. فلو الاقتراح عجبكم ان شاء الله نعمل قناه جديده ونبدا بقى نصور في الفيديوهات. فمن غير ما نطول بقى على بعض، احنا طولنا اصلا دقيقتين ونص اهو. لسه مش هنطول. هنبدا في الحاجه اللي احنا جبناها، هي هتبدا وبعد كده انا اوريكم حاجتي. يلا اطلعي باول حاجه. خش يا شاكوش يا بيه. اول حاجه انا جبت ده الملكه بنتي. ادي ريسيت. جبت ده الملكه بنتي اهو. ده دريس كده عامل زي السلوبيت، لونه منت جرين زي ما احنا شايفين كده. انا اللي مختاراه على فكره، ما كانش عاجبها. يعني انا بنتي هي اللي بتحلي اي حاجه. ماشي. وجبت لها عليه التيشيرت ده بيزك كده ابيض. كان في منه الوان، كان في منه الاصفر والبطيخي واللون ده، بس احنا بس عجبنا انا أكتر اللون عجبني ده. المنت جرين عشان انا جايبه الفريده حاجه يعني فيها منت جرين، فقلت يبقى في ماتشنج بينهم وبين بعض. وجبت لها شرابات. الثلاث شرابات ب20. والسلوبيت ده من محل اسمه جودي في مول زمزم اللي في الحصري في اكتوبر. الدريس ده كان ب 285 286 و75 قرش اذا حرينا الدقه، بس هم شالوا طيروا الفكه اللي على الوش، فده ب 285. اتفضلي يا شيرين. نبدا بالخروج زي ما هي بدات. جبت انا بقى العاليه البلوزه دي كده الخروج برضو من محل اسمه شقاوة عيال في امبابه في ارض الجمعيه اهي. اشمعنى اهي هي كده، والكتاب بتاعتها عامله كده، اسمها عضة الاسد. اهي هي لونها عضة بيج. الاسد ولا نظرة حسد؟ انا بيتقال لي امتى في القناه دي. انتوا الفكره اللي انا قلتها لكم. والكم بتاعها عامل كده، هي خامتها كتان اهي، عجبتني قوي. هي ايه كانت؟ لا كتان، قال لي كتان. دي كانت ب 260 جنيه، كانت من محل شقاوة عيال في ارض الجمعيه. الناس اللي من امبابه اكيد عارفين. يلا اللي بعده. كل سنه وانتم طيبين. ده تاني حاجه الطقم بتاع انا مقلتش تاني حاجه الطقم بتاع فريده بنتي اهو. عباره عن تيشيرت كده، اللون اللي هو هو مش كشمير، هو بينك هادي كده، روز هادي كده شويه، ومعاه الجيبه دي مقطعه، هي جينز بقى وحركات. يعني هو ده اللون المنت جرين اللي بقول لكم عامله ماتشنج مع الاثنين مع بعض. صراحه الطقم ده انا ما احترتش فيه كتير، انا دخلت المحل خطفته ومشيت. هو انا ما كانش عاجبني، بس لما روحنا وقسناه له عجبني قوي عليه. انا حسيت ان هو شكله جميل كمان عشان الورده دي
نفس اللون بتاع الجيبه، فحسيت كده ايه، بصوا حسيت ان هو يطلع شكله جميل، وفعلا طلع شكله جميل رغم ان انا ما كنتش واخداها معايا وانا بقيسه لها. الطقم ده كان قبل الخصم 375، بعد الخصم بقى ب 320 من محل اسمه نوح، برضو في ميدان الحصري في مول زمزم. هو احنا اللي عجبنا فيه كمان ان هو كله على بعضه، مش لسه هنقعد نلف وندور ونجيب اللي من فوق لوحده والبنطلون لوحده. وده بومب جايبينه عشان نفرقعه في العيد انا وهي مش العيال. بعد كده بقى فاكرين البلوزه انا لسه موريها لكم، كنت عايزه لها عليها بنطلون. لا نسيناها. كنت عايزه لها عليها بنطلون لان هي ما عندهاش بناطيل جينز خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. فانا احكي لكم قصه البنطلون. صعبتوا عليا. جبت لها البنطلون ده، هو واسع كده اللي هو الوايد ليج، ومقطع من عند الرجل من تحت اهو، ومن تحت كده في شراشيب كده من تحت. ماشي. انا البنطلون ده كان جاي كده ماشي، كان واسع قوي عليها، يستاهل اصغر منه، كان قافل بالعافيه، فجبت لك كبير يا ماما. جبت لك الكبير ده كان واسع، خدته النهارده، ان انا جبته امبارح، خدته النهارده ورحت للراجل عشان اضيقه. واستنيت الراجل كتير، والله الموضوع كان صعب. استنيت الراجل كتير عشان يضيقه لي، واول ما مسكه لسه هيعمله تحت المكنه قال لي طب ما هو في استك من جوه، ما تضيقي الاستك. لا حول ولا قوه. فخدت البنطلون ولا سحر ولا شعر، اللي هو الاستك ده اللي بيضيق البناطيل ماشي، فضيقته وبقى كده اهو. الحمد لله. وجه على قد هو برده لسه واسع شويه، قدر ولطف وطويل، بس هو ايه يعني شغال على الطقم بتاعه ماشي. ده كان سعره 200 جنيه من محل اسمه نايل ستوك في مول المزار هنا في زايد ماشي. اللي بعده بقيت التكمله بتاع الطقم فريده. جبت لها الشوز ده قلوده قوي على فكره، انا اللي جبته، لان هتلاقوا واحده دلوقتي مقلداني انا اللي وجايبه لبنتها زيه. انا اللي اخترته. انا اللي جبته الاول، وهي قعدت تعيط طول الطريق هاتي لي زيه بليز، رفضت في الارض وعيطت. ولمت علينا الناس، فقلت لها زي بعض وهاتي، يعني في فرق في الالوان فما يجراش حاجه. الشوز ده ما كانش عاجبها والله يعني كان عاجبني، بس انا مش بحب البروبرو والشخاليل دي. ده كان من محل اسمه شجره الارز، بتاع ناس سوريين على فكره، كل اللي احنا جايبين منهم من هنا من اكتوبر ناس سوريين. ده كان ب 275. بصي بتاع عاليه، بصي لاقي نيتي اصطفي الراجل اداني بالبيت عشان انا فصلت ب 5 جنيه. انا ما فصلتش، هو قلت له معيش فاكهه. انا جبت لها البيج ده اهو. هو انا كان ممكن اجيب لها الابيض، بس انا لقيت كمان لقيت ان البيج هيليق اكتر، وكمان هي عندها كوتشي ابيض بس مش عندها اللون ده، وعجبتني الدرجه بتاعته. لا بنطلون، لان هي ما شاء الله طويله، ما شاء الله ربنا يحفظهم كلهم يعني. فانا حبيت اجيب لها بنطلون طويل عشان كبرت بقى، حاسه ان هي كبرت على الشورتات والكلام ده، وان هي في سنها يعني او في طولها، عشان هي ما شاء الله هي لسه صغيره يا جماعه، عندها 7 سنين، هي عندها 8 سنين بس. هي انا حاسه ان ده يبقى احسن لو نزلت بيه، يعني حتى لو هنا في مكان قريب هيبقى حلو ان هو بنطلون اهو، رغم ان انا مش بحب درجه الروز دي، بس حسيته هو يعني احسن حاجه شفتها ساعتها، حسيت ان هو كمان شكله حلو عليه. بصوا البادي فيه حركه كده من الجنب، بصوا بتتشد دي كده، يبقى شكله حلو، بس هو احلى وهي مفروده. البيجامه دي كانت ب 315 من محل شقاوة عيال اللي قلت لكم عليه. طيب على ما رضوى تيجي بقى اوريكم اللي انا جبته لعاليه. انا برضو جبت لها بيجامتين، اوريكم واحده دلوقتي. ماشي. انا جبت لها البيجامه دي من محل بيور قطن اللي في ارض الجمعيه. انا كنت مصوره لكم السنه اللي فاتت، كنت جايبه لها حاجات منه. دي الشنطه بتاعته، موجود برده في ارض الجمعيه، عنده حاجات حلوه جدا، هو كان زحمه جدا واحنا بنجيب منه. البيجامه دي اهو، البادي بتاعها من فوق، وادي البنطلون بتاعها اهو.
هي مكتوب عليها مقاس 8 بس هي مش مقاس 8 خالص، هي يا دوبك جايه على قدها، هي رقم 8 اهو زي ما الاخت رضوى قالت. ادي البنطلون، هو المفروض بيبقى برمودا بس هو جاي عليها بنطلون اهو، والبادي بتاعه. دي كانت سعرها حلو جدا، وكانت اخر قطعه برضو، وما كانش فيه لون الوان ولا اي حاجه، كان فيه اصغر، كان فيه قطعه تانية بس مقاس اصغر، وتقريبا اتباعت وانا واقفه يعني. دي كانت هناك كانت ب 75 جنيه. ماشي. انا جيت بصوا بقى انا جبت ايه برضو من محل بيور قطن، بس هي اللي خدت الشنطه او الشنطه ضاعت مني. جبت اول حاجه من بيور قطن، جبت الفريده البيجامه دي، كانت نازله بيجامه الجلابيه دي او يعني دريس فستان. كده، دريس كده للبيت انا يعني. اللي مختاره برضه. فريدة دي انا بتاعتي. لحم اكتفي من خيرك. فريدة دي بتاعتي. ده كان ب 85 جنيه، ده مقاس فرفور جميل قوي عليها، واللون جميل. في حاجه تانية معاكي؟ معايا. معاكي حاجه تانية؟ مش الحاجه التانية بقى اللي جبتها لعاليه برضو الوقفه، احنا بنحب ندلع العيال بصراحه يوم الوقفه، يمكن اكتر كمان من لبس الخروج، لان احنا مش مش بنخرج في الوقفه العيد. بس يعني، ما هو في 3 ايام عيد، فاحنا بنلبسهم خلال ال3 ايام في العيد، البيت. بنشكل لهم في البيت، لكن ما بنجيبش لبس خروج كتير، مثلا مش طقمين ولا احنا 3. مش بنخرج اصلا في العيد، مش بنخرج في العيد، لكن بنجيب لبس الوقفه او لبس البيت اكتر. يعني ايه خرجنا؟ اروح لماما، ماما وشين بالظبط. يجولي، اروح مثلا عند حماتي كده، لكن احنا وانا برضو نزول نفس وخروج الكلام. وفسح والكلام ده مش بنحب الزحمه، ماشي. احنا كؤبه. دي التانية هي بصراحه عاليه اللي كانت شطانه فيها، كنا شفناها على النت انا وهي، بس كانت الزرقاء وكانت عجباني عاليه جدا. بتعشق حاجه اسمها جيم او فساتين. ده البادي بتاعها من فوق، وادي البادي لوشن بس بقى. ودي الجيبه بتاعتها من تحت، هي كده عامله كده، فيها زي ورد كده، عامل زي التايجر كده. طبعه ورد يعني، مطبوع فيها ومبطنه ورد. من تحت، طبعا انا لابسها تحتيها اهم شورت حاجه البطانه. عشان منبقاش زي رانيا يوسف. وفيها قطعه كده ذهبي من فوق برضو. هي دي في ناس بيقولوا لي ممكن تخرجيها بيها، بس انا طبعا مش هخرجها بيها، هي اخرها لا، مثلا ان احنا لا. نروح عند مامة عمر او كده، لكن غير كده لا، يعني هي تبقى خروج، لا ده مش خروج، مش حلوه للخروج، هي زي للبيت. بيجامه يعني للبيت او بصوا الكم فيه من هنا حركه كده عجباني قوي. دي كان سعرها 120. يلا بينا. برضو من بيور قطن ده اللي احنا ده توك، كيس توك ب5 جنيه عادي لا يعني. التوك كان سعرها في الاخر عادي يعني. المهم دي بيجامه جبتها الفريده برضو من عند بيور قطن اهي. بصراحه يعني ما لقيتش المليكه حاجه في بيور قطن، عشان كده جبت المليكه من شقاوة عيال. كان في مقاس مليكه بس حسيتها حاجات خفيفه وخامتها مش قد حاجات كده، فردانيه كمان. واذواقها مش قد كده. معظم الحاجه مقاس مليكه اللي في بيور قطن تيشيرتات وتوفقوا عليها بنطلونات، فانا ما عجبنيش بصراحه الوضع ما عجبنيش خالص. دي جبتها الفريده برضو من بيور قطن، خامتها تحفه. شايفين لونها، اللون اللي هو يعني بين السموك، بطيخي فاتح. يعني هادي كده قوي. وده البنطكور بتاعها، مش واحد بيقول بنطكور دي برمودا. برمودا. مبسوطه، حلوه الصيغه دي. بتاعها البيجامه دي كانت ب195. انا خلصت. اخر حاجه معايا بصراحه مش دي انا اللي اشتريتها، بس قلت ازقها لكم برده في الفيديو اوريها لكم. عايزه اقول لكم اللبس نازل غالي جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم دخلت محل روز كيدز، اكيد انتوا عارفينه، موجود منه في امبابه وموجود منه في الحصري، واكيد في فروع تانية منه بس انا معرفوش. دخلت عشان اشوف لمليكه بنطلون، لقيته 500 جنيه. لا الاسعار استهبال قوي، ومش براندي يعني ان انا والله. حتى منه. الشرابات اللي في كل حته اسلام 3 ب10، فستان يا جماعه عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه. عامل هحط لكم صورته. وحش يعني، ما فيهوش اي حاجه اصلا. شيرين وريتهوني من امبارح في الصوره، مصورهولي، كانت شافته هنا عندنا في مزار مش في روز كيدز ب 240 جنيه. قلت لها مش حلو. رحت النهارده روز كيدز لقيته ب 675. نعم يعني. بقولي كام يوم هتلاقي بقى بقى. الشباشب بتاعت الاطفال برضو دي حاجه استفزتني جدا، الله اعلم هي في كل حته غاليه كده ولا لا. شباشب اطفال والله العظيم لو نزلت امبابه اجيبها ولقيتها ب7 جنيه ونص انا مش هرضى ان اشتريها. لقيته كاتب عليها 120 جنيه، خامه رديئه جدا، وحشه الاشكال، توك وحاجات غريبه. 120 جنيه بلاستيك. برو. بلاستيك وحش جدا، وحش يعني. ده انا شيرين بتقولي بقول لها يا بنتي ده شبشب حمام، سوري يعني، مش ان هي مثلا تنزل بيه كده. برضو جوزي راح عشان يشتري لبس، التيشيرتات ب500. يعني معلش يا جماعه سوري، انا مش بتكلم على براند، انا بتكلم في محلات عاديه
بتبيع لبس عادي. في المستورد وفي المصري اللي نضيف شويه. حتى المصري غالي، يعني المستورد ماشي ليه حق ان هو يغلى لان دلوقتي الدولار غالي، يعني لكن انا المصري عشان يغلى ليه؟ انزل عشان مثلا الشاب ينزل يشتري، الشاب الفنان ينزل يشتري طقم يخش له في 2000 جنيه انا كده الطقم بتاع من علي غير الخروج شوز، يعني لوحده 2000 جنيه من غير 800 شوز. جنيه لوحده، واحنا ما جبناش يا عيني علينا جبناش حاجه منها. لنفسنا. بس بعد العيد انتظروا اقوى كوليكشن صيفي. بصوا الشين اللي بيرن بالظبط والزرع اللي بخساره، استنونا بعد العيد هنروح عند قمر هتشيكنا. ننزل الوكاله نخربها يا جدعان. بصوا هو ايه التيشيرت ده جابه من عند ايجل، مش عارفه ايجل ده معروف ولا لا اهو، بس تقريبا يعني حاجه نضيفه حاجه نضيفه حاجه نضيفه اهو. ده ب 275 والله زي الفل، وما قالش لا، وجاب لا على سعره تحتيه حلو الأندر وخامته شيرت. جميله جدا. والله خامته جميله اهو. ده ايجل خامته ده تحفه. عشان انا سوري انا جاهله في الحاجات دي. طلعت ماركت. ده اندر شيرت ب 100 جنيه، وعلى فكره خامته تحفه رهيبه. عامل ماتشنج بقى وحركات عشان وهيلبس ده تحت ده اورنج وده امال ايه يا بنتي كام حركه يا بنتي عشان الشياكه. ايش فهمك انت في الحاجات بتاعت الشباب دي. بص احنا اكتر من التوك ما عندناش، هي راحت تجيب بس الشبشب اللي هي جابته الفريده وهتوريه لكم وهتيجي. احنا كنا هنجيب شباشب للعيال بس احنا لقيناهم في امبابه ب 85 ويا ريتني ما قلت لها لا. ده شبشب فريده، سوري يا جماعه انت حاطين مني شبشبين. جو كشت العريس العروسه. احنا كنت بقول لكم احنا كنا هنجيب شباشب للعيال من امبابه، وكان الراجل عنده شباشب تحفه وكانت عجبانا جدا، بس انا استغلتها. انا ما اعرفش ليه سمعت كلامها. انا طالما حاجه شفتها وعجباني ومعايا اجيبها، مش بحب الف كتير ولا هروح هنا الاقي احسن، هروح هنا الاقي ارخص، لا حاجه شفتها وعجبتني في امكانياتي ان انا بجيبها وما بترددش. خلاص انا لقيت حاجه حلوه عارفه ان انا مش هلاقيها في حته تاني. لا انا بحب الف، مش هلاقي حاجه تعجبني تاني. هو ده اقتناع، عشان كده انا ما باخدش ساعه على فكره في الشراء. انا مش اللي هو بقى ايه من الناس اللي بتنزل من اول اليوم لاخره تلف وتخش المحل ده وتتفرج وتخرج. لا حاجه عجبتني في المحل ده ما ببصش لغيره، انتقل انا ساعات بعمل على اللي بعده. ساعات بعمل كده وساعات لا لما بحس ان انا ممكن الاقي حاجه تانية بسعر احسن. احنا لقينا الشباشب في امبابه عند واحد ما هو معروف في ارض جمعيه 85 جنيه واحلى ومميز جدا جدا. بس ده بقى رحت جبته من سوق اسمه سوق السادس في 6 اكتوبر، شعبي عامل زي سوق المنيره بتاع امبابه. لو انتوا تعرفوا سوق المنيره بتاع امبابه ب 50 جنيه. فرقت ايه؟ وفرنا استنصحنا في ايه؟ بلاستيك، والتاني بلاستيك وابو 85 بلاستيك بس ده والتاني في محل. ده واحد فارش وقاعد بيه على الارض. فانا غلطت وندمت وبحاسبن عليها في كل اذان فجر ان انا هي اللي قاعده تقول لي لا هنلاقي في حته تانية هنلاقي في حته تانية، وانا ولا هعرف انزل تاني اجيبه ولا. معلش العيال ليهم في ذمتي شبشبين، ليهم في ذمتك شبشبين على ماشي. اوريكم بقى التوك اللي احنا جبناها او اللي انا جبتها. هي جابت توك والعيال فتحوها ولبسوها الصراحه كده. جبت العاليه ده اكسسوارات كده اللي هي عقد ومعاه الغويشه بتاعته. هي اختارت، انا كنت مخيراها بين لونين، هي اختارت اللون ده، معرفش اللون ده. ديمقراطيه جدا. انا جبت كل الحاجات اللي فاتت على ذوقي هي دي اللي اختارتها. فمامة عمر راحت تاني يوم جابت لها اللون التاني اهي. هي بتبقى عقد كده، ده لونه بينك والتاني ده لونه فوشي. عقد كده وفي من هنا 3 وردات وبيبقى معاه الغويشه بتاعته. طبعا هو مش هيكمل معاها 5 دقايق وهيتقطع. دي كانت من واحد واقف كده في ارض جماعه، كان ب 5 جنيه ماشي. ومامة عمر برضو جابت لها التوك دي، دول توكتين كده مع بعض لونهم روز فاتح كده في بيج جميله قوي. جابت لها كمان دول توك كده ايه اللي هي بتتعمل قطتين كده. ايه تاني وجابت لها دول برضو، دي كليبسات بتبقى حلوه قوي فيها. وجابت لها دي اللي هي التوكه اللي هي بتتحط كده دي لونها ذهبي كده جميله قوي برضو. انا بقى جبت لها دول، انا جبت لها التوك من قبل ما نجيب الهدوم، فما كنتش عارفه ان هم يلاقوا عليهم كده. دول توكتين مع بعض اللي هم برضو بيتعملوا 2 كده باستك. وبرضو دي كانت دي كانت ب5. لا انا شايفاكي في الكاميرا. دول بقى جايبهم لها من الاتوبيس. بصراحه انا بحب قوي الناس اللي بيطلعوا. ما انت قلتي لي عندي توك. لا كنت جبتي عشان انا بحب الالوان دي. هبديكي حبه. جبت دول من الاتوبيس، الوانهم جميله قوي. بصوا الوانهم هاديه كده. انا بقول لها الوانهم جميله بس الاستيك بتاعهم بيبوظ بسرعه عشان كده بقول لها ب 4 جنيه.
الكيس ده كان ب4 جنيه، مش عارفه فيه كام توكه بس هم كتير. انا بحب جدا الناس اللي بيطلعوا في الاتوبيس، والله بيبيعوا حاجات جميله جدا وبتبقى اسعارها حلوه قوي، فانا بحب اشجعهم والله وبشتري منهم. بارك الله فيك. دول كانوا ب5 جنيه، كانوا ب4 جنيه، ودول برضو جبتهم ليا انا، ولقيت ان هم استكهم حلو، هم اشكالهم مش قد كده بس هم مش هيبانوا من الطرف، لان انا ما عنديش توك استك خالص، فجبت دول. دول كانوا ال3 ب5. عجبني احلى انا ما عنديش توك خالص. دول كده كانوا ب3 ب5. وفي نهاية هذا الفيديو نتمنى من الله أن ينال إعجابكم. قولوا لنا إيه رأيكم في الحاجات، ونسأل الله التوفيق. وإذا عجبكم الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك فضلا وليس أمرا، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويا ريت كومنت منكم. كل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.